عاجل. الشاب عبد الله الشطي يقرر الإضراب عن الطعام. كتب: لا تلوموني فأنا الآن لا أرى إلا الحسين ولا أريد سواه. زي ما انتم شايفين نشر على المنتدى على قناته على اليوتيوب منذ ساعات قليلة جدا، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أعلن عن إضرابي عن الطعام وأكتفي بشرب الماء. على الدنيا بعدك العفا يا أبا عبد الله، صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك. زي ما انتم شايفين كده هو ده اللي نزله على قناته على اليوتيوب على المنتدى. ناس كتير يعني سمعت عن عبد الله الشطي وعن قصته اللي انتشرت منذ أيام أو أسابيع. وكتب كمان: بسم الله أسألكم الدعاء، إعلان هام في صباح هذا اليوم، كونوا بالقرب. وآخر مرة نزل وكتب: هنا من صحراء الكويت مشيا باتجاه كربلاء، تم منعي من الدراسة في الخارج، وتم منعي من الزواج، وتم منعي من الحج، تم حبسي في السجن، وتم سحب جوازي، وتمت ملاحقتي بالقيود الأمنية. هكذا تم نحر مستقبلي وشبابي بنجاح، وأنا تحت الموت البطيء. لم أتكلم بحرف منذ 5 سنوات حفاظا على الصمت والهدوء العام، ولكن طفح الكيل بعد صبر طويل ومعاناة وألم، والآن متوجه ماشيا على الأقدام نحو كربلاء منتظر جواز السفر. أطلب من الجهات المعنية استرجاع جوازي ورفع القيد الأمن عني لأتمكن من التنقل في أرض الله الواسعة، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا على ما أصابنا، ولا طيب الله العيش بعدك يا أبا عبد الله، وتعسى لدنيا ليست لها كربلاء.